الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة مع رجل طيب وشاعر جميل بالفطرة اللي هي الفطرة السليمة الجميلة. عايزين النهاردة نستضيفه الحاج عبد الباسط، وطبعا الشهاوي الحاج عبد الباسط الشهاوي. طبعا كل أهل الرياض عارفين الحاج عبد الباسط ماشي بطيبته وأدبه واحترامه ماشي وتفانيه وعصامياته في الحياة. الحاج عبد الباسط النهارده انا بستضيفه وركب معايا السياره، فانا يعني معجب اصلا بفنه التقليدي اللي هو بالفطره. فانا هسمع منه النهارده ايه يعني بيت او اتنين كده من القصائد الحلوه بتاعته، لانه معروف بالقصائد اللي هي الجميله المشوقه اللي لها معنى وهدف. اتفضل بقى سمعنا كده حاجه. انا عارف انك حزين النهارده عشان خاطر الراجل اللي هو توفى ووقع من فوق البرج، فانت يعني متاثر بيه، بس يعني ايه معلش ربنا يرحمه ويتولى اهله ويصبرهم يا رب العالمين. قول لنا حاجه كده يا حاج عبد بسم الله الباسط. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أنا فلاح بسيط، تربيت في بيئة ريف وبحب الأرض. فأما الثورة قامت، أول ثورة في جمهورية مصر العربية، أحزنت قلبي حزن عميق. فقمت وبكيت وأنا بالليل، فقلت إيه لما شفت الملعب بتاع الأستاذ عبد المحسن الشرقاوي اللي كان مدير التربية والتعليم، معمول ملعب بعد ما كان بيأكل 7-8 تنفار. فقلت يا أرض قومي صوري واحزني ولو ثواني وادمعي، وبأعلى صوت سماعي جدي في القبور. قولوا قوم يا جدي ضربوا على ظهر سور، زينوني يا جدي بطوب لبن وطوب فرعوني. هو أنا مش أرضك وعرضك؟ قوم يا جدي سور وهد السور. نفسي أشرب بإيدك الطهرة مية بقى من الطنبور، تطرح ثمرة خصبة تخش بقى التنور. ناكل أنا وإخواتي زي زمان ونلف وندور. هو في طفل يا جدي بيحبي؟ أنا هحبي واشيل المعول والصور وهد السور. نفسي تطرح ثمرة خصبة تخش بقى المحال يا جدي، وتغزل منها توب جديد. ألبس أنا وإخواتي يوم العيد وناكل كحك من إيد جدتي ونصور. يا أرض قومي صوري واحزني ولو ثواني وادمعي، وبأعلى صوت سماعي جدي في القبور. قولوا قوم يا جدي ضربوا على ظهر السور، زينوني يا جدي بطوب لبن وطوب فرعوني. يعني انت يعني زعلت لما شفت من اثار الثوره الاولانيه ان كان من اثارها الزحف على الاراضي الزراعيه وتحويلها الى ملاعب وتحويلها الى بيوت، واصبح المساحه الخضراء تقلصت، وانت صعبان عليك الارض الزراعيه لانها دي طبعا منتج أنا ومطعم للناس واكلها واكل عيش. أنا طبعا الست بتاعتي قمتها من النوم قبلها بأسبوع أو 10 أيام، بقول لها قومي بص معايا الأرض انبنت كلها. قالت لي يا راجل نام، عيب وأنت بتحلم بالحلم الوحش دي. قلت لها لا والله أنا حالم بالأرض مبنية كلها طوب أبيض. بعدها ب10 أيام لقيت الأرض الثورة قامت والناس بتزحف على الأرض بطريقة رهيبة، وأنا حزين لأن أنا ما عنديش أرض. أنا راجل شغال بالأجرة باليومية وبأجر أرض عند الناس، والحمد لله والشكر لله معايا بنتي دكتورة وابني في سنة 5 هندسي وحلو والدنيا حلوة معايا، والحمد لله والشكر لله، وأشكر ربنا وأشكر فضله ونعمته علي. ربنا يبارك لك فيهم. الحمد لله وانت مثال للكفاح ومثال للعصاميه ومثال للاحترام، الحمد لله. واحنا بنشكرك على ان انت اتحت لنا ان احنا نستضيفك على قناتنا وعلى صفحاتنا ان شاء الله. حاج عباسط انت راجل محترم، وانت راجل وطني وبتحب بلدك، وانت انسان محترم، ولك مني خالص تحيه مع تحياتي اخوك دكتور ماهر حمدين زكي. السلام.